يسعد أوقاتكم منين ما كنتوا عم تتابعوني، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وطبخة جديدة. حبيت شارك معاكم طبخة السبانخ والرز. غسلت السبانخ وعم قطعه، بحب قطعه قطع كبيرة وما بحب اسلقه مشان يضل محافظ على فوائده ونستفيد منه. حمست اللحمة وهي توم، حطيت توم مهروس ونزلت السبانخ. أنا السبانخ ما بحب غطيه لأنه بيتأكسد لونه على التغطاي، أي نوع ورقيات بيتأكسد لونه وبيتغير، بتصير يعطي سواد، وبحب خليه هيك فرمة خشنة أطيب لأنه بيدبل كتير. وهي حطيت ملح، ورح نعمل حد السبانخ رز. أنا بحط للرز زيت أول شي، وبحط كل كاسة شعرية مقابيلها كاسة مي، وكل كاسة رز مقابيلها كاسة ونص مي. وحطيت هاي بهارات مشكلة للسبانخ وبس، بكتفي بهيك، ما بحب كتر بهارات للأكل. وهون كملت مقدار المي، وحطيت هيل مطحون بيعطي طعمة طيبة للرز، وملح، وضفنا الليمون على السبانخ. وهيك بكون السبانخ تقريبا استوى. وهلأ هون بدي انزل الرز اللي منقوع مسبقا ومغسل، ولما بتنشف المي بنحط سمنة هيك على الوجه بتعطي لمعة. والرز استوى وهي عم نصبه. وهيك بتكون استوت الطبخة، ان شاء الله تعجبكم وتحبوها. وهيك بكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، بشوفكم فيديو جديد.